ترامب يقول أنه سيكلف سوريا بمهمة نزع سلاح حزب الله، والشرع يرد بأن هناك فهم خاطئ لتصريحات ترامب. فما هي الحقيقة؟ بداية لابد من الإشارة إلى أن تصريحات ترامب ليست وليدة الساعة حول مسألة نزع سلاح حزب الله وتكليف الشرع بهذه المهمة، وهو أمر عائد إلى فترة زمنية سابقة، حين التقى الشرع لأول مرة ترامب بالبيت الأبيض، وقد تم الاتفاق بينهما، وأبدى الشرع تعاون كامل بنقطتين بالموضوع الأمني، هو الإرهابيين داعش وأخواتها وسلاح حزب الله. هذا الأمر كان بحينها لم تندلع الصراع العسكري أو الحرب على الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أما اليوم بالحالة اللي نحن فيها، وبعد فشل إسرائيل بحربين متتاليتين في القضاء على سلاح حزب الله، وهذا ما قاله ترامب حرفيا حين قال أنه خاب ظني من إسرائيل بتنفيذ هذه المهمة، أصبح ترامب أكثر اندفاعا لتكليف الشرع بهذه المهمة. هلأ لحتى نحسم الجدل حول قصة، لأنه ناس عم بتقول مين الصح ومين الغلط، وترامب بغير فكره كل يوم والشرع عم بينفي، معناتها مش مضبوط الحكي. بعيدا عن التصريحات الإعلامية، مع أنه ترامب عنده ميزة أنه يقول ما يتم التباحث فيه بالسر يقوله بالعلن، وهذه شغلة لم يعهدها الدبلوماسية العالمية ولا رؤساء أمريكا، وصارت أكثر من مرة يعني. لحتى توضح النقطة أنه نية موجودة لدى ترامب، والنية موجودة لدى الشرع، وهذا وفق تفاهمات سابقة، ولكن يبقى البحث عن الظروف والقدرة وتدخل الأطراف حلفاء أمريكا بالمنطقة والمعنيين بالملف السوري واللبناني والإيراني، يعني خليجي بشكل عام، حول هذا الموضوع بيقرب ولا بيأخر ولا بيأجل. بالسياسة كل شيء وارد وكل شيء معقول. وبالمناسبة في حادثة حصلت مش من زمان كثير، يعني انه ترامب قال علنا انه قدمنا سلاح وطلبنا الإكراد يتدخلوا ويعملوا مواجهة مع إيران من الداخل حين كان الحرب ماشية على إيران، ويبدو أخذوا السلاح ورفضوا. وكل العالم تعرف أنه كان هناك دور تركي أساسي بهذه القصة، لم يعد خافيا على أحد، بالتدخل مع الإدارة الأمريكانية وبمنع الأكراد من بإجراءات معينة على الحدود هن وإيران والتنسيق مخابراتي. هم عطلوا الورقة لترامب ولم يتم استخدام ورقة الأكراد بالحرب على إيران. اللي عم نقول هيك لنقول انه مش كل شيء بيقوله ترامب يمكن يحصل او ينجح، ممكن يتأجل وممكن يفشل وممكن يرفض الى ما هنالك. والتركية معنية بشكل اساسي بموضوع الشرع، لانه لها يد طولة داخل النظام، وهي بالبنية العسكرية والسيطرة على الارض. وهناك نزاع بين اسرائيل وبين تركيا عن نفوذه على المصالح يصب في مصلحة عدم تدخل أو عدم موافقة ترامب على التدخل بسوريا بلبنان عفوا، في ظل ما يحصل اليوم من تفاهمات مع إيران، أو فرض إيران لنفسها كرقم صعب بالمنطقة لن تتخلى عن حزب الله أو تتركه وحيدا في مواجهة أي تدخل كان من الشرع أو غيره. ولذلك هي لديها أوراق قوية اليوم تقدر تستعملها. وكمان إضافة إلى ذلك أنه المجموعات الشيعية بالعراق والحشد الشعبي كمان عم بيهدد وعم بيستعد في حال صار أي تدخلات أن يتدخل كمان من حدود من ميلة سوريا. وهذا كل هيدي العوامل بتخلق حالة تردد أو عرقلة أو فرملة لاندفاع أو نية الشرع بالدخول إلى لبنان، لأنه الدخول إلى لبنان هلأ بغض النظر عن النتيجة اللي بدها تحصل عسكريا، لأنه هذا موضوع بده حكي كتير وما حدا بيقدر، ولكن بصورة إجمالية سيفجر صراع سني شيعي بالمنطقة لن يبقى محصورا داخل حدود لبنان وسوريا، بل سيمتد إلى بقية الدول. من هون بنشوف في دول بالخليج يمكن معنية مثل قطر، مثل السعوديين إلى آخره كمان، أو مصر، منهم محمسين أو مؤيدين لهذه الفكرة. ومن هون الرهان اللي بيقولوا إنه هل يمكن الشرع أن يرفض طلب لترامب؟ الجواب أنا بقوله أكيد لا،
بالمطلق ولا ممكن، ولكن براهن على العلاقات مع الحلفاء او مع الدول النافذه بالمنطقه اللي هي بتدور بفلك امريكا ان تطلب من ترامب التريث او ده. هلا بموضوع ثاني، في حال نضجت ظروف معينه كل شيء بده يكون ثمن، ما هو على طول بالسياسي في مقايضات، كما تمت المقايضه على قسد اللي هي حليف امريكا واستعملتها امريكا وسلحتها ودربتها لمواجهه الجماعات داعش والى اخره، واللي سبق انه كمان هي استغلتهم قبل. تم التفاوض بظرف معين او تبادل ومقايضه سياسيه، فتم التخلي عن قسد، وهذا امر يحصل، يعني ممكن يحصل اليوم، ممكن يحصل بعد اليوم، بين الدول اللي عم تلعب الاطراف اللي عم تتنازع لتحقق مصالحها. اذا كان بده يتم هذا التدخل سيكون مطلب الشرع او اللي من هن وراء الشرع، بده يكون في اسمان لهذا الطلب. هلا بتكون الاسمان بلبنان، داخل لبنان، جغرافيه لبنان، هي طلبات داخل سوريا، في ظل انه اسرائيل محتله قسم كبير من جنوب سوريا ومناطق، وما ننسى انه بادرت اسرائيل لضرب مواقع كانت تركيا بلشت تبني فيها قواعد عسكريه، لذلك اشتباك مفتوح بهذا النقطه بين اسرائيل وبين تركيا. ومن هون التدخل الشرع سيبقى مرهون او مؤجل لحين تنضج ظروف دوليه او تلاقي مصالح معين يتم دفع اسمان مقابله يسهل او يسمح له بالاندفاع باتجاه لبنان. ولكن اذا رجعنا سالنا انه هل لديه الرغبه بموضوع السوري، كل اللي توالوا على الحكم بسوريا من اي كان نظام، وان كان بعث، وان كان قبل، وان كان بعد، حتى هناك فكره راسخه ضمن الشعب السوري عادي انه يعتبر انه هيدي الاراضي بلبنان او جزء كبير منها كانت تابعه لسوريا، واتت سايكس بيكو وسلخت الاراضي عنها، وهذا بنتيجه حق طبيعي وتاريخي لهم. من هون فكره الرغبه موجوده لدى الشارع ولدى اغلبيه السوريين، خلينا نقول قديما حديثا وقديما ومستقبلا، ما في مشكله. يعني تبقى المشكله بالقدره، هل لدى الشرع القدره على الدخول العسكري؟ هذا الامر بده تفصيل، لأن القدره مش بس عسكريا قد يكون لديه، ولكن بحاجه لتغطيه جويه، لتامين حدوده مع العراق، لموافقه اطراف، الى هون تجهيزات بدها، يعني القصه مش سهله. والقدره هي على اتخاذ القرار في ظل مثل ما قلنا تداخل العوامل العربيه والتركيه والايرانيه اللي هي عم تتجه خصوصا هلا بالوقت الحالي باتجاه ابعاد او استبعاد حصول هذا النزاع، نظرا لتاثيره على كامل الاوضاع بالمنطقه اللي فوق مطرح باش تعرف عم تخلص. هلا اما بالنسبه لترامب والتصريح تبعه او تصريحاته، هو يهدف الى امرين، حتى لو ما تم التنفيذ فعليا او مش رح يضل يتحقق، يعني يا هو يا هي، ولكن تعطي مفعوله. هو يطلق تصريحات بالعلن هدفها الاول هو ضغوطات على كل الاطراف المعنيه، ان كان ايران هلا بالتفاوض، وان كان الحلفاء من اتراك وسعوديين وقطريين. وترامب تعود يعني او جاي من خلفيه مش الحق الاستراتيجي الامريكي اللي بيحسب حسابات كبيره، ببيع وبيشتري يعني على السريع على المستوى القريب بقايد. واذا لجأوا الدول بدوروا بفلك امريكا واتباع له الى تمني عليه مقابل شيء معين، طبعا دفع او تقديم او لامريكا، ممكن يصرف النظر عنها او ياجلها، مناش مساله حتميه. بيبقى المساله اللي علقانه هي كيف بدك ترضي اسرائيل، لانه هو بالنسبه له اسرائيل علقانه عندها هلا غير مشيت ايران اللي هي مش عم تقدر تبلعها، شو بدها تعمل بسلاح حزب الله؟ اما اتفاق سياسي مع لبنان ينهي هذه المساله، وهلا مبينه انه غير متوفره وطويله، يعني مش رح تصير هلا بالوقت القريب، في ظل انه ايران حسنت اوضاعها او بعد صامده، ولا يمكن المساومه على السريع هلا بفكفكت كلها. بضل الامر الثاني شو بده يعمل بالخطه البديله ليرضي اسرائيل بموضوع اصلاح حزب الله. بيطلع انه في ورقه الشرع ممكن استعمالها، ولكن كمان الشرع يمكن يطلب ثمن
مقابل هالموضوع، ان كان داخل سوريا وان كان من ناحيه السويدة اللي هي فيها مشكل كمان ما رح يقبلوا الاسرائيليه. كرمال هيك الامور معقده بموضوع دخول الشرع حاليا الى عسكريا الى لبنان، وهذا لا يعني انه لا يريد او ليس لديه الرغبه، فالرغبه موجوده عند الطرفين، ولكن تواجهها بعض الظروف الاقليميه وتشابك المصالح بالمنطقه مما يؤدي الى فرملتها، الا في حين تغير شيء بالمنطقه كبير او بالستين يوم او خربت المفاوضات بين امريكا وايران وصار هناك تفجير المنطقه ودفع الصراع باتجاه اخر سني شيعي، قد يكون الامور تستعجل اكثر ويتم تسهيل الدخول او تامين الغطاء الدولي لهذا الدخول. هلا الاشكال الثانيه عم يحكوا عنها انه الشرع انه ورقه سياسيه وبيتدخل بموجب قوات ردع، يعني منا كثير لانه هو هدف ترامب معلن، وعم بيقول انه قادره سوريا تنفذ مهمات دقيقه اكثر، عم يحكي بالموضوع العسكري وليس الموضوع السياسي. هلا بالموضوع الاخر بالموضوع السياسي كله عم بيتعاطى باطار خلق جو تسويه بين لبنان وبين اسرائيل وبين ايران، هدنه مؤقته ما بنعرف وين بتوصل او قديش بتضاين.